هنتكلم مع بعض النهاردة بإذن الله عن معلومات بسيطة جدا عن الهواية، ولكن الحمد لله القناة بتكبر وبيخش لنا هواة مبتدئين محتاجين إن هم يعرفوا المعلومات ديت، وبيجي لي استفسارات كتير عنها، فهنوضحها بإذن الله مع بعض في فيديو، وبرضه هنشرحها في آخر الفيديو عملي على الطيور عشان نشوفها بعينينا في الطبيعة. إزاي نحدد العصفور ذكر ولا أنثى؟ وكلامي النهاردة عن البادجي أكتر، لأن أكتر استفسارات بتجيلي عن البادجي. ازاي نحدد ان العصفور ذكر او انثى، وازاي نحدد العصفور دوت سنه صغير ولا سنه شباب ولا شغال. ده هيبقى موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. هو موضوع بسيط ولكن في ناس كتير بتغلط فيه لحد دلوقتي، او في ناس ما بتعرفش ازاي تحدد سن العصفور وجنس العصفور. اول حاجه هنبدا بسن العصفور. سن العصفور هنحدده عن طريق 3 حاجات. هنحدده عن طريق 3 نقط. اول حاجه لون الكير، تاني حاجة هنحدده عن طريق الحدقة بتاعة العين، تالت حاجة هنحدده عن طريق علامات الرأس. هنفهم كل حاجة من دول دلوقتي. العصفور وهو صغير بيبقى الذكر لون الكير بتاعه وردي فاتح، بس هو وردي بالكامل، او لونه ازرق فاتح بالكامل. طب والانثى بيبقى ابيض ممتزج بازرق، ابيض ممتزج بازرق. يعني ممكن تلاقي ان الكير فيه ازرق من الطروف او من الاطراف، لكن من عند الفتحه بتاعه الكير هتلاقي لازم المنطقه دي تبقى ابيض، دي كده تبقى انثى. ودايما الناس بتبقى بالشكل دوت وهي فروخ، بيبقى الاطراف بتاعه الكير ازرق، لكن الفتحه بتاعه الكير من جوه حوالينها بيبقى اللون ابيض. طب ده اول حاجه. تاني حاجه كده احنا عرفنا الكير. تاني حاجه هي حدقه العين. العصفور وهو صغير ما بيبقاش فيه حدقة في العين. العصفور وهو صغير ما بيبقاش فيه حدقة في العين، لما بيكبر بيبقى فيه حدقة في العين. طيب تالت حاجة علامات الرأس. دي بتبقى خطوط بالعرض كده موجودة في الرأس بالكامل. كل ما العصفور بيكبر العلامات دي بتتراجع للخلف، العلامات بتبدأ ان هي تتراجع للخلف. كل حاجة من دول ليها حاجات مختلفة. يعني ايه؟ يعني مثلا في الذكور الكير بيفضل وردي حتى لو العصفور كبر، مثلا زي الهوريكل او طفرة الهوريكل. لما العصفور بيكبر بيفضل الذكر وردي زي ما هو، كير الذكر وردي ما بتحولش للون الازرق. يبقى في حاجات كده بتبقى شواذ، بس بيبقى لون الكير وردي برضو بالكامل، ما بيبقاش فيه اي ابيض. لكن الانثى لما بتكبر بيبقى الكير ابيض، بعد كده بيبقى بيج، بعد كده بيبقى بني. دي الوان نضوج الانثى، الوان الكير اثناء نضوج الانثى. بيبقى لون الكير ابيض، بعد كده لون الكير بيج، بعد كده لون الكير بني. كده ان الانثى دي بلغت ووصلت لسن ال9 شهور. طيب بالنسبه لحدقه العين، برضو في عصافير ما بيبقاش فيه حدقه في العين، زي انواع من الهوريكل، انواع من الفالو ما بيبقاش فيه حدقه في العين لما العصفور بيكبر، وبيبقى النني بتاع العصفور كله، بتاع عين العصفور كله اسود. لكن بيبقى العصفور سنه كبير بنحدده عن طريق لون الكير، عن طريق علامات الرأس بنقدر نحدد ان العصفور سنه كبير. تالت حاجة علامات الرأس ديت بتتراجع مع نمو الريش، ومع القلشة الأولى والقلشة التانية. والقلشة دي مقصود بيها تغيير الريش اللي بيحصل في سن ال3 شهور وفي سن ال6 شهور. نقدر من خلاله نحدد ان العصفور في كل قلشة شكل الريش بيتغير ولونه وقوة الريش، وبنلاقي ان العصفور كده بيكبر معانا وبيبان هو شباب ولا هو شغال. دي حاجات كلها من خلالها بنقدر نحدد العصفور سنه صغير ولا العصفور سنه كبير. يبقى ال3 حاجات تاني مع بعض: الكير، وعرفنا ايه الحاجات اللي في الكير بتفضل وردي زي الهوريكل مثلا لما الذكر بيكبر. تاني حاجة معانا وهي حدقة العين، وعرفنا ان حدقة العين ساعات في عصافير ما بيبقاش في حدقة في العين حتى لو العصفور كبر، وساعات بتبقى حدقة العين مش باينة بس بيبقى العصفور كبير نتيجة ان العصفور موجود في اضاءة قليلة، بتبقى حدقة العين مش باينة. ممكن يكون داخل المحل مثلا الاضاءة ضعيفة فتبقى حدقة العين مش باينة، لكن بتبقى موجودة. وكل ما العصفور بيكبر حدقة العين ديت بتبقى اوضح. تالت حاجة علامات الرأس، وهنا سواء الوش ابيض او الوش جولدن او الوش يلو، برضو علامات الرأس بتتراجع مجرد ما العصفور سنه بيكبر.
مع كل قلشه بتبدا ان الريش شكله يتغير وان علامات الرأس اللي موجوده دي ترجع لورا. كده قدرنا نحدد العصفور ده سنه فرخ ولا شباب ولا شغال. طب ايه السن اصلا بتاع الفرخ والشباب والشغال؟ الفرخ اللي هو من مجرد ما يتفطم شهر ونص لحد 3 شهور بنقول عليه فرخ. بعد كده بيبدأ يقلش اول قلشه. لما يقلش اول قلشه او يغير الريش اول مره بنقول عليه شباب. بيفضل شباب من سن 4 شهور لحد سن 6 شهور لحد ما يخش في تاني قلشه. لما يخش في تاني قلشه ممكن ان احنا نبدأ نشغل العصفور عشان ندربه على الانتاج لحد ما يوصل لسن ال9 شهور اللي هو تالت قلشه، ودي اخر قلشه للعصفور. بعد كده القلشات اللي بتحصل بتبقى موسميه. لما العصفور يوصل لسن 9 شهور كده بنقول عليه عصفور شغال. يبقى عندنا فرخ لحد سن 3 شهور، شباب لحد سن 6 شهور او اول شغل، شغال سن 9 شهور. وده الشغل المثالي للعصفور او وقت الانتاج المثالي للعصفور، عشان العصفور ما تلاقيش منه اي مشاكل في التخصيب او عدد البيض في الانثى او الكلام ده. طيب بالنسبه لنوع العصفور، متهيألي هي كده بقت واضحه معاكم ان نوع العصفور بتحدد من خلال الكير. لو الكير وردي والعصفور صغير، او ازرق والعصفور كبير، او وردي والعصفور كبير، كل ده امثله للكير بتاعه الذكر. لكن لو الكير ابيض ممتزج بازرق، او ابيض او بيج او بني، كل دي علامات للكير بتاع الانثى. ساعات بنلاقي الكير مختلف، حته بيضه وحته بيج وحته زرقاء، دي بتبقى مشكله هرمونيه في العصفور، واحنا بنعرف نحدده برضو اذا كان ذكر ولا انثى من الشكل العام للكير. لكن الطبيعي ان كير الذكر بيبقى وردي بالكامل، بعد كده بيبدأ درجات الورد دي تتحول للازرق في طفرات، وبتفضل وردي في طفرات تانية. المهم ان هو كل ما العصفور كان وردي صريح او ازرق صريح كده العصفور ده ذكر. الانثى ابيض او بيج او بني كده العصفوره ديت بنت. تمام. وقلنا الابيض الممتزج بازرق والعصفور لسه فرخ دي بتبقى انثى ان شاء الله. كده قدرنا نوضح بين الذكر والانثى، وعرفنا كمان نفرق اذا كان العصفور صغير ولا شباب ولا كبير. هنشرح بقى الكلام دوت سريعا على الطيور عشان برضو الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لكم. خليكم معايا. لو ركزنا كده في الطير اللي قدامنا ده هنعرف من اول ما هنبص على الطير ان ده طير كبير شغال، لان طبعا الذكر اللي هو ناحيتي اللي لونه فايلوت دوت هتلاقي الكير بتاعه ازرق واضح. اما الانثى زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا الكير بتاعها لونه ابيض ممتزج ببيج، اللي هي اللي ناحيه جوه دي الانثى. فده كده ذكر كبير بالغ شغال، ودي انثى كبيره بالغه. طبعا مفيش علامات للراس، اي العلامات اللي هي اللي ورا دي، العلامات اللي بتتراجع للخلف دي العلامات اللي احنا بنقول عليها اللي بتدل على سن العصفور. طبعا لو ركزنا في العين هنلاقي فيه حدقة بيضة حوالين النني بتاع العين، ودي برضو تدل على ان العصفور ده سنه كبير وعدى سن ال9 شهور ومنتج بإذن الله. طيب لو جينا نبص كده على الفروخ، لو جينا نبص على الطيور اللي قدامنا دي هنلاقي ان في 3 فروخ صغيرين وفي ذكر اللي هو وشه اصفر ده شاب. لو ركزنا كده هنلاقي ان الفروخ طبعا حجمها اصغر، ونلاقي ان الفروخ العين بتاعتها بالكامل لونها اسود لسه مفيش حدقة عين. وهنلاقي كمان ان علامات الرأس لحد قدام اهي باينة. تمام. في خطوط بالعرض على الرأس لحد قدام، لسه ما بقاش وشها اصفر زي العصفور الكبير اللي ورا. العصفور اللي ورا ده شباب. تمام. ده سنه 4-5 شهور. اما اللي قدام دول او ال3 فروخ دول سنهم حوالي شهرين. طيب لو جينا نركز كده نشوف دول ذكور ولا اناث، هنلاقي ان الذكر اللي هو الفرد الشاب ده ذكر، لان هو الكير بتاعه لونه ازرق. اما الفروخ اللي قدامنا دي كلها بنات، هنلاقي ان الكير بتاعها ابيض ممتزج بازرق من الاطراف. طالما الكير ابيض من عند فتحة الكير وممتزج بازرق من الاطراف، فدول 3 اناث فروخ باذن الله. كده عرفنا ازاي نفرق بين العصفور اذا كان كبير ولا صغير. واضح طبعا الفرق في الحجم برضه بين العصفور الشاب والعصفور الفروخ، وواضح الفرق كمان في العلامات بتاعة الوجه وحدقة العين. تمام.
وكمان طبعا واضح الفرق في لون الكير. شكرا ليكم، واي استفسار ابعتولي في التعليقات وانا تحت امركم جميعا.